السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ محمد فارس بيعلق على صفحته على موقف الكابتن هيثم فاروق في تعليقه على خروج زيزو واعتراضه على المدير الفني أثناء تغييره في مباراة منتخب مصر الأولمبي في فرنسا. بيقول الأستاذ محمد فارس: كنت فين أنت يا كابتن هيثم والأهلي في أولمبياد طوكيو 2021 بينضم منه المنتخب 6 لاعبين، منهم قائد الفريق محمد الشناوي ومعاه أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، ناصر ماهر، والسداسي ده غاب عن 4 مباريات للأهلي في الدوري وخسرنا فيهم نقاط كانت من أهم أسباب خسارة الدوري. كنت فين انت يا كابتن هيثم والاهلي رايح كاس العالم للانديه من غير 6 لعيبه دوليين، قائد الفريق الشناوي وايمن اشرف واكرم توفيق ومحمد شريف وحمدي فتحي وعمرو السوليه؟ وقتها الاهلي ما عملش اي اتفاقات مع المنتخب لترك اي لاعب رغم عدم اعتماد كيروش على بعض اللاعبين زي محمد شريف، ورحنا لعبنا مونتيري وكان علي لطفي حارس مرمى ومغربي الناشئ في الدفاع وطاهر مهاجم صريح. انت بتضحك على الناس ولا على نفسك؟ زيزو راح المنتخب بعد ما الزمالك الموسم بتاعه انتهى لدرجة ان اعضاء مجلس ادارته كانوا بيشجعوا بيراميدز. ما تقول لنا كده كان موقفك ايه لما الزمالك سحب لعيبته من المنتخب عشان ماتش تمهيدي في افريقيا ضد مركز شباب، وفيتوريا قال ان دي واقعة ما شافهاش خلال مسيرته كلها. خد اللقطة بس بعيد عننا لان التاريخ موجود واحنا ذاكرتنا قوية مش ذاكرة سمك زي غيرنا. وطبعا هيثم فاروق كان رده رد ساذج جدا لما اتسأل على موقف زيزو. كان الرد الطبيعي يقول ان ده الموقف ده صح ولا غلط. لا، هو رده وقال ده عشان الزمالك ساب لعيبته للمنتخب الاولمبي، انما في انديه تانية ما سابتش اللعيبه. ايه علاقه ده بموقف لعيب موجود في المنتخب المدير الفني من حقه يخرجه في اي وقت ويستبدله؟ معترض وشايف انه اكبر من التبديل. وكمان المشكله ان هو شايف نفسه لعيب جامد مع انه هو لعيب عادي، مش هنقول لعيب وحش بس لعيب عادي. اي حد ممكن ينزل يقدم مكانه عادي جدا، مش هو يعني اللعيب اللي هو الواو ولا مارادونا ولا ميسي عشان يستغرب من التبديل. امال لما انت ما تبدلش مين اللي هيتبدل يعني؟ هو طبيعي جدا مدير الفني شايف ان ادائك مش هو احسن حاجه وشايف انه ثغره في اداء الفريق، فبالتالي هو حب يبدلك. طبعا هيثم فاروق كالعاده بيحب دايما يذكر اي حاجه فيها هجوم على الزمالك يقلبها دايما اهلي وزمالك. المفروض اصلا الكلام ملوش علاقه بالاهلي خالص. ايه علاقه الاهلي بلعيب اخطا في المنتخب؟ خلاص هو لاعب في المنتخب بغض النظر بقى زملكاوي اهلاوي، هو لاعب. الموقف اللي عمله ده يجوز او لا يجوز؟ طبعا اي لاعب بيعترض على تبديله بشكل غير لائق هو خطأ من اللاعب مهما كان اسمه ومهما كان اداؤه او حتى مهارته حتى لو كان كويس.